لما كنت بتعلم ان اخدت 4 شهور على ما اخد بالي من الثمان غلطات دول واعرف حلهم. في الفيديو ده هقول لك خلاصه 120 يوم في اقل من ربع ساعه. هات مشروبك المفضل وتعالى علشان الفيديو ده يفيدك جدا باذن الله. واول غلطه ان انت توقف الورك فلو بالكامل لما ايرور يحصل في نود معينه، وهوريك اللي انا اقصده دلوقتي. لو بصينا على الاتش تي تي بي ريكوست نود دي من جوه هتلاقي ان انا حاطط هنا يو ار ال عشوائي هيعمل ايرور لو شغلنا الورك فلو على كده. وخلينا نجرب ونشوف. لو عملت هنا اكسكيوت ورك فلو زي ما انت شايف قدامك الورك فلو وقف بالكامل بمجرد ان نود معينه حصل فيها ايرور، بتبقى هي اخر نود اشتغلت، مش هيكمل من بعديها، يعني مش هيبعت لنا رساله على التليجرام زي ما انت شايف. فساعات انت بتبقى عايز الايرور يعني يعدي وعايز تكمل الورك فلو حتى لو في ايرور حاصل، واوريك بتعمل ده ازاي. تخش على اي نود انت عايز تكمل بعد ما تحصل فيها ايرور، وهتيجي هنا على السيتنجز فوق، وهتنزل تحت وهتيجي على اون ايرور، هتدوس عليه كده هيطلع لك 3 اختيارات. ستوب ورك فلو دي اللي هي الديفولت في ان كونتينيو دي بتخليك تعدي الايرور حتى لو حصل. وخلينا نشوف الكلام ده عملي. انا هو خليتها كونتينيو، هرجع وهعمل اكسكيوت ورك فلو. هتلاحظ ان الرساله اتبعتت لنا على التليجرام عادي خالص مع ان في ايرور في النص، ولكن هو عدى الايرور ده وتجاهله خالص وكمل الورك فلو بتاعه. والرساله اتبعتت على التليجرام اهي زي ما انتم شايفين. دي الرساله اللي انا كنت باعتها في النوت دي. بالنسبه بقى لاخر سيتنج هنا وهي كونتينيو يوزنج ايرور اوتبوت، دي بتعمل لك 2 برانش زي ما هتشوف دلوقتي اهو قدامك. في 2 برانش، واحد سكسس، يعني ده معناه ان ده البرانش اللي هيمشي فيه الورك فلو لو ما حصلش ايرور. اما بالنسبه للايرور برانش اللي انت شايفه تحت السكسس، ده بقى بيبقى مسار بيمشي فيه الورك فلو لو حصل ايرور في النود دي. الكلام ده تقدر تطبقه في اي نود في ان مش شرط بس تبقى الاتش تي تي بي ريكوست. عايز اوريكم حاجه في الاعدادات بتاعه النودز هتفرق معاكم برضه، وهي الريتراي اون فيل دي. تعال ندوس عليها ونشوف ايه اللي هيطلع. خليني اشرح لك ايه اللي قدامك ده. الماكس ترايس دي بيقول لك بعد ما النود تفشل هنجرب تاني في نفس النود، بدل ما نطلع ايرور على طول هنجرب كام مره. لو عملتها على 3 هيجرب 3 مرات، وده الوقت اللي بيستناه ما بين المره والتانيه. يعني 5000 دي 5000 ملي سكند، يعني 5 ثواني. يعني هو كده هيجرب 3 مرات، وما بين كل مره ومره هيقف 5 ثواني. عشان انت مثلا لو شغال في اي نود او اتش تي تي بي ريكوست لازم تستنى ما بين المحاوله والتانيه. برضه يا شباب بالنسبه للايرور برانش انتوا تقدروا تستفيدوا منه في انك مثلا لو حصل ايرور تبعت لنفسك رساله على تليجرام، او مثلا تحط الايرور ده في جوجل شيت. دي حاجه برضه تقدروا تستفيدوا منها في الايرور برانش، او تعملوا بالايرور اي حاجه انتوا محتاجينها يعني. خلينا بقى نشوف الغلطه الثانيه ايه. وعايز اقول لك ان الغلطه دي انا ما لقيتش ولا يوتيوبر بيتكلم عنها قبل كده، مع انها واجهتني وما كنتش عارف اعمل ايه. الحمد لله يعني لقيت الحل وهقوله لك دلوقتي. فاللي بيحصل هنا ايه، انا عامل جيت روز في جوجل شيت ده، بحاول اطلع اسم واحد. استنى اوريك النود من جوه دلوقتي اهو. انا بحاول اطلع واحد اسمه عباس من الجوجل شيت ده، وهو الاسم ده اصلا مش موجود. تمام، يعني الاسم مش موجود. فلو عملت اكسكيوت ستيب مش هيديك ايرور، هو هيديك اوتبوت فاضي خالص زي ما انت شايف، نو اوتبوت داتا ريتيرند. مفيش حاجه اصلا طلعت، مفيش ايرور حتى. فده حصل معايا في كذا مره. كنت ببني ورك فلو مثلا، في احتماليه ان اللي انا بدور عليه يبقى موجود او ما يبقاش موجود. في حاله ان هو مش موجود هو مش بيديني ايرور، هو بس بيطلع لي اوتبوت فاضي. والمشكله هنا في ايه بقى، ان انت لو جيت مثلا تعمل اكسكيوت ورك فلو وطلع لك اوتبوت فاضي زي ما تشوفه دلوقتي، هيطلع لي اوتبوت فاضي مش هيكمل الورك فلو اصلا خالص. مهما عملت، حتى لو حطيت ايه في نود، حتى لو حطيت ايه ما بعديها، طالما الاوتبوت فاضي مش هيكمل الورك فلو. تعال اقول لك الحل ايه بقى. خلينا هنا نخش على النود. الحل برده في السيتنجز بتاعت النود. هتيجي فوق هنا تدوس على السيتنجز وهتدوس على دي always output data. دي بتخليه يطلع الداتا حتى لو هو فاضي، بتخليه يكمل الورك فلو عادي. دايما بيطلع اوتبوت حتى لو امتي. وخلينا نجرب دلوقتي الكلام ده. بعد ما عدلتها اهو المفروض يبعت لي رساله على التليجرام، المفروض يعدي بما ان الاسم مش موجود. خلينا ندوس اكسكيوت ورك فلو. زي ما انت شايف هيعدي وهيبعت رساله على التليجرام اهي اهو. زي ما انت شايف رساله اتبعتت باست امتي اوتبوت سكسسفول. دي الرساله اللي انا كنت حاططها في النوت ديت. تالت غلطه معانا يا شباب وهو ان انت تبقى حاطط شات موديل واحد بس. زي ما انت شايف كده انا حاطط شات موديل. وطبعا انت لو عايز تعرف شرح الاي اي ايجنتس ومكوناتها من جوه وازاي تبني اي اي ايجنت جوه ان اخر فيديو نزلته على القناه كان بيتكلم عن الموضوع ده وبيشرحه في اقل من 10 دقائق، فباخد بصه سريعه عليه بعد ما تخلص الفيديو ده ان شاء الله يفيدك برضه. المهم انت حاطط هنا شات موديل اللي هو المخ بتاع الاي اي ايجنت زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. والاي اي ايجنت بيستعمله علشان يفكر في كل حاجه. بس تعالى كده افترض معايا ان الموديل اللي انت بتستعمله حصل فيه مشكله لاي سبب. يعني الموديل ده حاليا من اوبن اي اي شات جي بي تي زي ما انت شايف. لو حصل مشكله في اوبن اي اي في الشركه ووقفت مثلا لمده ساعه لاي سبب، ممكن تكون واقفه حتى ل 10 دقائق، وانت عندك سيستمز مثلا كتير شغل موديل واحد فيها اللي هو اوبن اي اي، فكله هيقف كده عندك. تعالى اقول لك الحل ايه. والغلطه دي بتحصل كتير وما ينفعش تعملها لو انت بتسلم ورك فلو العميل. لازم تتاكد ان انت حاطط حاجه اسمها فول باك موديل. تخش هنا على الاي اي ايجنت من جوه وبتعمل انيبل فول باك موديل، تدوس عليها بيفتح لك برانش جديد زي ما انت شايف كده، بقوا 4 برانشز هنا. بتدوس عليه وبتحط موديل تاني.
الموديل ده بقى طبعا هيبقى حاجه غير اوبن اي اي، موديل مثلا من جيميناي ايا كان بقى من ايه، بس بيبقى موديل اضافي مهمته بس ان هو يشتغل لما الاساسي يفشل. يعني لو اوبن اي اي فشل لاي سبب، الفول باك موديل هو اللي هيشتغل، والسيستمز بتاعتك والورك فلوز مش هتقف ومش هيبقى في اي مشكله. بالنسبه للغلطه الرابعه، هي حاجه برضو ليها علاقه بالاي اي ايجنتس في السيستم برومبت من جوه. انت طبعا عارف السيستم برومبت، لو شفت اخر فيديو هتلاقي ان هو بيتجاب من جوه. تيجي هنا وبتلاقي سيستم مسج، طبعا انت مش بتلاقيها كده ظاهره قدامك في الاول، بتيجي على اد اوبشنز وبتبقى هي اللي فوق، بتدوس على سيستم مسج وبتقوم طالعه لك وبتكتب فيها السيستم برومبت بتاعك. بس سيبكم من كل السيستم برومبت ده، انا مش عايزكم تركزوا فيه. الغلطه بتحصل هنا في اخر السطر ده. السطر دوت انا كاتب له ايه current date and time، ورحت عامل اكسبريشن اللي هو ده. الاكسبريشن ده لو جيت بصيت عليه هتلاقي ان هو بيطلع لك الديت والتايم في الوقت الحالي اللي احنا فيه، ودي حاجه مفيده ان الاي اي ايجنت يبقى عارفها، بالذات لو هو بيحجز لك مثلا مواعيد، يبقى عارف النهارده ده ايه وبكره يبقى يوم ايه، عشان لو بيتكلم مع يوزر واليوزر مثلا بيقول له هل في ميعاد فاضي بكره، هو مش عارف بكره ده يوم ايه بالظبط. لو انت حطيت له الكرنت ديت اند تايم وحطيت الاكسبريشن ده هيبقى عارف. بس الغلطه بقى الكبيره بتحصل هنا، في ناس بتحط ناو بس، يعني بتبقى عاملاه كده ناو كده بس، ده بيطلع لك الكرنت ديت وتايم برضو عادي جدا زي الاكسبريشن اللي انا لسه ماسحه. ولكن في مشكله بقى، هو هنا التايم زون معمول على ايه؟ لو انت شغال مع عميل في مصر فمفيش مشكله وانت في مصر برضو، لكن لو جيت هنا في السيتنجز بتاعه الورك فلو وبصيت على التايم زون هتلاقي ان هو معمول اصلا على افريكا كايرو اللي هو مصر عادي، بس في كذا تايم زون مختلفين. يعني فهتلاقي مثلا افرض ان انت شغال مع عميل في امريكا والتايم زون هنا عندك افريكا كايرو، فانت ممكن تيجي وتغيره. ساعتها الاكسبريشن بتاع ناو اللي انا لسه موريه لكم بيبقى معمول على تايم زون اللي هو ده، اللي هو بيبقى في الورك فلو سيتنجز. فانت عندك اول اوبشن ان انت تغير التايم زون من هنا من السيتنجز بتاعه الورك فلو ذات نفسها. ما بالنسبه للاوبشن الثاني وهو ان انت تغيرها من الاكسبريشن بتاع ناو ذات نفسه، هتيجي هنا بعد ما كتبت ناو وكل حاجه هتدوس دوت وتدوس سيت زون، اللي هي اهي، تدوس سيت زون وهتفتح القوسين دول وتكتب التايم زون بتاعك ايا كان بقى هو ايه. انا هنا مثلا هعمله على مصر فهكتب افريكا سلاش كايرو. ممكن انت تكتب مكان افريكا كايرو اي حاجه بقى انت عايزها، اللي هو التايم زون بتاع اي مكان تاني. بالنسبه لخامس غلطه، ودي حاجه بشوفها كتير قوي بتحصل مع الناس اللي لسه بادئه في ان وكده، وهو ان هو بيعتمد على جوجل شيتس كداتابيز بشكل اساسي، بيستعملها في كل حاجه مهما كان عنده عدد كبير من الروز. خليني اقول لك دي مشكله ليه اساسا. جوجل شيتس لو انت عندك روز كتير قوي مثلا 5000 رو كلها تفاصيل للعملاء، وانت عايز تطلع داتا لشخص واحد ما بين ال 5000 دول، جوجل شيتس ما عندهاش حاجه اسمها سيرش كيوريز زي سوبا بيز ما عندها مثلا. يعني سوبا بيز لو انت استعملتها كداتابيز هتطلع لك الواحد ده من ال5000 في ثواني من غير اي مشاكل، انما جوجل شيتس هتعلق تاخد وقت، ممكن يحصل ايرور اساسا. عشان كده لو انت لسه بادئ في ان بنصحك ان انت تتعلم سوبا بيز في اسرع وقت وتخليها هي داتابيز بتاعتك يعني، وتعتمدها في المشاريع الكبيره. ولو حابب ان انا اعمل فيديو واشرح لك وبفصص لك في كل حاجه في سوبا بيز قول لي في التعليقات واحنا هنعمله باذن الله. انت عارف ان انا عندي هنا في القناه بحاول ابسط كل المعلومات مهما كانت صعبه، عشان حتى لو واحد لسه بادئ وما يعرفش اي حاجه يبقى عارف يتعامل ويشتغل في المجال ده باذن الله. السادس غلطه وهي ان انت ما يبقاش عندك وعي بوجود الويت نود. دي نود مهمه جدا بتفرق معاك بالذات لو هتدخل اي وهتعمل بروسيسنج لحاجات كتيره مره واحده، فلازم تستنى ما بين الباتش والباتش. خليني اشرح لك الكلام ده قصدي بيه ايه. عندك هنا الورك فلو البسيط ده سكيدجول تريجر بيشغله مثلا الساعه 8، طلع جمل معينه في جوجل شيت. تعالى مثلا نقول 100 جمله طالعين من جوجل شيت، انا بدخل 50 50 في اللوب ده. اللوب ده مثلا بيدخل اول 50 ويحطهم في الاي اي ايجنت. تعالى نفترض بقى ان الويت نود دي مش موجوده خالص، هنمسحها. ايه كده اللي هيحصل لو هي مش موجوده؟ اول حاجه ال 100 جمله هيطلعوا من جوجل شيت، بعد كده هيخشوا على اللوب. احنا عاملين مثلا باتش ب 50 ايتم، فاللوب ده هيطلع 50 جمله، هيقوم مدخل ال 50 جمله هنا في الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت ده مهمته مثلا ان هو يطلع الكلمات الخارجه من الجمل دي، هيخلص ال 50 جمله بعد كده ايه، يقوم رايح على اللوب تاني ياخد ال 50 اللي بعديهم وهكذا. بس تعالى بقى اقول لك ايه المشكله لو الويت نود مش موجوده اصلا. المشكله في الريت ليميتس. في ليميتس بتبقى للمودلز ديت، يعني انت دلوقتي شغال بالاي اي والموديل صح، المودلز ساعات بيبقى ليها ليميتس، فانا في الدقيقه مثلا ما ينفعش اعمل اكتر من 200 جمله. ساعتها بتضيف الويت نود وبتخليه يستنى بعد ما يخلص اول 50 مثلا، يستنى دقيقه، يستنى نص دقيقه، ايا كان بقى المده اللي انت محددها ايه. والويت نود هتلاقي نفسك بتستعملها في ورك فلوس كتير لما يبقى موضوع الاي اي داخل والاتش تي تي بي ريكويست والحاجات دي اللي انت بتحتاج تستنى بعديها فتره علشان ما يحصلش ايرور. فدي كانت المشكله السادسه، وهي ان الناس كتير ما تعرفش وجود الويت نود، انها نود مهمه جدا في الورك فلوس المعقده وهتستعملها كتير، فخليها في بالك. سابع غلطه شباب وهو المنظر اللي قدامك ده. لما يبقى عندك اي اي ايجنت مربوط بتولز كتيره قوي، والتولز دي كلها تخص حاجه واحده او حاجه معينه، زي مثلا ما هنا موجود نوشن وفي 5 تولز لنوشن، فانت ممكن تستغنى عن ال5 تولز دي، او حتى لو في 10 تولز ممكن تستغنى عنهم كلهم بتول واحده بس، وهي الام سي بي تول. تعالى مثلا نشوف الفرق ما بين الاي اي ايجنت الاول ده والتاني. الاثنين نفس كل حاجه مع اختلاف التولز. هنا ده عنده نوشن ام سي بي بس كده، مفيش اي حاجه ثانيه، وده عنده 5 تولز تبع نوشن. فدلوقتي انا لو رحت طلبت من الاي اي ايجنت اللي عنده النوشن ام سي بي تول نفس الحاجه اللي انا طلبتها من اللي عنده 5 تولز النوشن، هيعمل نفس الحاجه ويمكن يعملها كمان احسن وادق. ليه؟
ان النوشن ام سي بي ده بيبقى حرفيا مدي الاي اي ايجنت كل التولز بتاعت نوشن ال 30 تول كلهم، بس علشان انت رابط الاي اي ايجنت بتاعك بنوشن من خلال الام سي بي. ودي طبعا حاجه تقدر تعملها في اي تول تانية، مش لازم بس تبقى نوشن، ممكن تربط الاي اي ايجنت بتاعك باي تول تانية حتى لو التول ملهاش نيتف انتجريشن، وهوريك دلوقتي. تعالى بقى نشوف ايه حوار الام سي بي ده وبنجيبه منين. انت هتخش هنا على التولز في الاي اي ايجنت بتاعك، وهتيجي تحت على ام سي بي سيرفرز، هتلاقي مكتوب جنبيها نيو عشان هي لسه جديده اصلا. تدوس عليها وهيطلع لك كل الحاجات اللي سيبك من اول واحده دي. اول واحده دي هي اللي بتربط بيها اي اداه حتى لو ملهاش نيتف انتجريشن بالاي اي ايجنت من خلال الام سي بي. لكن اللي تحت بقى اول واحده دول كلهم هم النيتف انتجريشنز، يعني مثلا اير تيبل وكل اللي قدامك دول، كل دي نيتف انتجريشنز. انت بس بتخش وبتربط الكريدنشالز بتاعتك بالام سي بي تول وخلاص، ما تعملش حاجه تانية. لكن الام سي بي كلاينت اللي هي اول واحده دي فيها تفاصيل تانية وهوريك دلوقتي. بتحط الاند بوينت، بتحط الاوثنتيكيشن، دي ليها تفاصيل تانية، لو عايزين نشرحها في فيديو بقولي في التعليقات. بس باختصار يعني الام سي بي كلاينت تول بتخليك تربط اي اداه حتى لو ملهاش نيتف انتجريشن بان ات ان. دي طبعا حاجه قويه جدا، بس لازم طبعا الاداه دي تدعم الام سي بي اصلا. لو عايزين نعمل فيديو بس مخصوص عن الام سي بي ونشرحهم بشكل سهل جدا ومبسط قولوا لي في التعليقات. خليني برضه اوريكم النوشن ام سي بي دي من جوه عامله ازاي. لو دخلت عليها من هنا هتلاقي ان كل اللي انا عامله بس ان انا مسجل الكريدنشال، وتولز تو انكلود دي بيقول لك ايه، يعني انت عايز تديله كام تول. هنا انت ممكن تدوس على كل التولز ما عدا تول معينه. هنا انت بتختار مثلا التولز، بتحدد بقى التولز اللي انت عايز تديها له. ولو عملت على اول هيبقى عنده كل تولز نوشن، كل التولز ال 30 40 تول بتوع نوشن كلهم بتول ام سي بي، بس هي نود واحده بس. فلو انت لسه الاي اي ايجنتس بتوعك شكلهم بيبقى عامل كده ومليانين مثلا 10 تولز لنفس الحاجه، غير واستعمل ام سي بي. اخر غلطه معانا وهي ان انت ما تبقاش بتستعمل ايرور تريجر في الورك فلوز بتاعتك، بالذات لو انت هتسلمها للعميل. تعال اقول لك الايرور تريجر اصلا ايه لازمته وبيعمل ايه وازاي تشغله كمان. الايرور تريجر بكل بساطه هو تريجر بيبقى مربوط بورك فلو معين. انت مثلا عندك 10 ورك فلوز، ونفترض مثلا ان انت ربطت ورك فلو من ال 10 دول بايرور تريجر. كده اللي هيحصل ان الايرور تريجر ده هيشتغل كل لما الورك فلو ده اللي انت محدده يحصل فيه ايرور. طبعا انت بتستفيد لما تطلع الايرور ده ان انت ممكن تبعت لنفسك رساله تعرف نفسك ان في ايرور حصل في النود الفلانيه في الورك فلو الفلاني كمان، وتبعت لنفسك اللينك بحيث ان انت تخش على طول على الايرور. غير طبعا ان انت ممكن تحط الايرور ده وتفاصيله كلها والوقت اللي حصل فيه في جوجل شيت عشان تبقى مجمع كده الايرورز اللي بتحصل لك، او في اي داتابيز مش شرط تبقى جوجل شيتس بس يعني. تعال اقول لك بقى ازاي تربطه بالورك فلو. اول حاجه انت هتيجي على الورك فلو اللي انت عايز تربط بيها الايرور تريجر، وهتطلع على الثلاث نقط دول، هتدوس عليهم وهتنزل على سيتنجز. هتدوس على السيتنجز هتلاقي هنا مكتوب لك ايرور ورك فلو. ديت بتطلع لك ايه؟ ديت بتطلع لك كل الورك فلوز اللي فيها ايرور تريجر. تمام، انا عندي مثلا طالع لي ايرور لوجينج، دي ورك فلو فيها ايرور تريجر. تعالوا نشوفها اهي. دي الورك فلو اللي انا عاملها اللي بتطلع الايرور وبتبعت لي ايميل وبتحط تفاصيل الايرور في جوجل شيت. تمام كده، هي طالعه لي هنا علشان الورك فلو اللي انا لسه موريه لكم ده في ايرور تريجر. طب هي طالعه لي هنا كمان ازاي؟ علشان في ايرور تريجر هنا اهي. لو رحت ماسح دي ورجعت تاني على الثلاث نقط وبعد كده دوست على السيتنجز وايرور ورك فلو دوست عليها هتلاقي ان هي اختفت. صح، فانت لما بتدوس هنا كده عشان تبقوا عارفين بيطلع لك كل الورك فلوز اللي فيها ايرور تريجر. انت بتختار اي واحده منهم بس لازم تبقى عامل لها ببلش. فلو جينا بصينا هنا هتلاقي ان انا عامل لدي ببلش اصلا، عشان كده هي ظاهره هنا ومنوره عادي. فانت هتقوم مختارها ودايس سيف. كده اللي حصل ان انت ربطت الورك فلو دي بالايرور تريجر ده او بالايرور ورك فلو ده. بقى بما ان هو بقى ورك فلو كامل هيشتغل اول ما انت يحصل ايرور في الورك فلو الاساسي اللي هو ده. بس عشان الكلام ده كله يشتغل لازم تبقى عامل ببلش للورك فلوز الاثنين اللي هي بتاعه الايرور تريجر واللي انت ربطت بيها الايرور تريجر، عشان هو مش بيلقط الايرورز اللي بتحصل في التستنج، هو بيلقط بس الايرورز اللي بتحصل في البرودكشن او لما تعمل ببلش يعني الورك فلو. وبس كده يا شباب، دي كانت معلومات وتعب 120 يوم ان شاء الله اكون فدتك وقلتهم لك بشكل مبسط وسريع. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وروح اتفرج على فيديو الاي اي ايجنت اللي قلت لك عليه هيفيدك جدا برضه ان شاء الله. والفيديو ده مدته مثلا اقل من 10 دقائق 9 ونص، فمش هياخد منك وقت يعني. روح وشوف واكتب لي كومنت هناك.